ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. كنت حابة اشارككم لحوار كنت سمعته لدكتور نفسي، وهو ان بيقولك معظم الناس اللي بتجيله مشاكلهم بتتلخص في جملة واحدة بس، وهي ان الناس اللي حواليهم بيستغلوهم، ان هم مش بيعرفوا يقولوا لهم لا. بيستغلوا ان هم طيبين ومش بيحبوا يحرجوا اللي قدامهم، فاي حاجة بيقولوا لهم عليها حاضر وماشي، حتى لو الحاجة دي كانت بتسبب لهم اذى جامد في حياتهم. بس هم مش بيعرفوا يقولوا للي بيحبوهم لأ، او مش هينفع، او انا دي حاجة صعبة عليا. فكان بتوصل معاهم ان ده بيوجع نفسيتهم قوي، وما بيبقوش عارفين يتكلموا مع حد، وبيحس كمان ان دي حاجة بتأثر على شخصياتهم وثقتهم في نفسهم. اكيد كلنا مرينا في وسط اهالينا، صحابنا، مواقف في شغلنا، في دراستنا، بحاجات احنا كنا محتاجين نقول عليها لا، بس يا ترى قدرنا ولا ما قدرناش. حاجات فعلا بتضايقنا، مش مجرد بنقول لا وخلاص، لا، حاجات هي لو حصلت مش هنكون مرتاحين بيها، حاجات غصب عننا، فاحنا يا اما بنعملها واحنا مش راضيين، يا اما لو احنا ما عملناهاش بنبقى خايفين ان اللي قدامنا ما يحبناش ويبقى غير مرغوب فينا، فبنبقى واقفين في النص مش عارفين نعمل ايه، يا ترى نريح نفسنا ولا نريح اللي قدامنا. طيب تعالى اقولك على كام حاجة لما تعملها تبقى عارف ان لا، اللي انت هتقولها دي هتكون في مكانها الصح فعلا. اول حاجة وهي اهم حاجة، ان انت تسمع اللي قدامك، افهم هو ليه عايز منك الحاجة دي، ايه اسبابه وايه مبرراته، لان اوقات كتير احنا برضو بنبقى عايزين نقول لا وخلاص من غير ما نفهم او نعرف ايه اسباب اللي قدامنا. يمكن يكون فعلا اسبابه مقنعة، ولو احنا فهمناها ما نحتاجش ان احنا نقول لا اصلا، نبقى احنا مرتاحين واحنا بنقول ماشي ونعم وحاضر. تاني حاجة ودي مهمة جدا، ان انت مش محتاج ان انت تنتمي لفئة معينة او تنتمي لشخص معين عشان تبقى واثق من نفسك. لا، خلي عندك ثقة بنفسك ان انت لوحدك كافي. يعني اوقات كتير قوي انت مش بتقول لا لان انت عارف ان انت لو قلت لا الشخص اللي قدامك ده هيقلب عليك او هيبعد عنك او مش هيبقى بيحبك زي الاول. على فكرة لو حصل حاجة زي كده اعرف ان هو عنده مشكلة ناحيتك، مش انت اللي عندك مشكلة. هو اللي متوقف حبه ليك على اساس ان انت بتقوله دايما نعم وحاضر، لكن لو انت في مرة قلت له لا وحقك ان انت تقول لا، ساعتها بيقلب عليك، يبقى هو المشكلة عنده هو. فخلي واثق من نفسك ان انت لوحدك كفاية. انا مش محتاجة ان انا انتمي لشخص معين او انتمي لفئة معينة او حد يرضى عني عشان انا ابقى حابب نفسي، لا خالص. تالت حاجة ودي برضو مهمة طبعا، هي ان انت تفرق انت بتقول لأ لمين. يعني ما تعاملش الناس كلهم سواسية زي بعض، انت لازم يكون في فرق بين اهلك وصحابك والناس اللي في الشغل، او الناس اللي بتتعامل معاهم تعاملات يومية، والناس اللي بتتعامل معاهم في دراستك. كل الناس لازم تبقى حاططهم في كاتيجوري، انا بقول لمين لا وبقول لمين ماشي. يعني في اوقات انت هتبقى محتاج تقول لا، وفعلا ضروري ان انت تقول لا، بس عشان ده حد قريب منك او ده حد من اهلك هتقول عشان ده استثناء ليه، عشان ساعتها مش مجرد عقلك بس اللي بيرد، لا، هيبقى في حب وعشرة وتفاهم ما بينك وما بين الشخص ده، ان انت ممكن تستثنى له ساعتها وتقول ماشي بالرغم ان انت عايز تقول لا. فبلاش برضو تبقى ماشيها خط مستقيم مع كله لا يبقى لا، لا خالص. خليك متفهم وسلس مع اللي حواليك، بالذات لو دول ناس قريبين منك وناس بينكم مواقف وحاجات كتيرة قوي حلوة تستاهل ان انت تستثنى عشانهم، لان في ناس ما بتفرقش التعاملات اللي في حياتها عن بعضها، يعني كله حاجة واحدة، ده ما ينفعش طبعا. اخر حاجة ودي احنا بننسى اوقات كتير ان احنا نعملها او ما بنبقاش عايزين ان احنا نعملها، وهي ان انت لما تيجي تقول لا لحد فهمه انت بتقول لا ليه، ايه وجهة نظرك، او انت هتحس ايه، او ان انت لو ما قلتلوش لا ده هينتج عليه اذى نفسي ليك انت ايه. يمكن هو لما يسمع وجهة نظرك ويفهم ويقدر هيعرف ان هو كان بيسألك حاجة اصلا مش صح، او بيسألك حاجة اصلا ضد راحتك، وهو لو بيحبك مش هيخليك تعمل الحاجة اللي ضد راحتك دي. كلمة اخيرة حابة ان انا اقولها، لو في حياتك حد قريب منك بيحسسك ان مش اوبشن اصلا ان انت تقوله لا على حاجة، او ان انت لو قلت له لا بيتغير معاك 180 درجة ويبدأ يهددك ان هو مش هيبقى في حياتك تاني، اعرف ان الشخص ده ما ينفعش علاقتكم تبقى قريبة تماما، ما ينفعش تكون معتبره جزء كبير من حياتك، لان هو بطبيعته هيكون كده في كل جوانب الحياة، متوقف حبه ليك على اساس ان انت بتقوله او لا على حاجة.
فده مش حب صافي، ولا ده حب طبيعي، ولا دي هتكون علاقة سوية ابدا. اتعلم تقول لا امتى، وتعلم تقولها صح، وتعلم برضو يوم ما تقولها تكون مفرق بين الناس اللي بتقولها لهم، ينفع ان انت تستثنى فيهم ولا ما ينفعش. اشوفكم يوم تاني ان شاء الله.